الصراحه صراحه خليك تسكت معي. شكرا، بحبك قوي بجد. فرحة بلوجر، حبيبة النجار، وأحمد سليم، وكواليس الخطبة، وعملوا الخطوبة في مكان عادي مش فندق كبير. كل ده تتعرفوه في الفيديو، وعن إزاي عرفوا بعض، وكل الكلام ده نتابعوا الفيديو، وعن اللي وزعته البلوجر حبيبه على المعازيم، وعن اللي عملوه أصحاب العريس. في اليوم ده بينا تبدأ، خليكم متابعين للآخر. حلم كل الوطن العربي أتحقق، وأولهم تامر حسنة، شهرتهم معديه الحدود، وكانوا بيكراشوا على بعض، فصمت لحد ما اعترف ليها بحبه. ومش مجرد اعتراف، ده اتعمل حاجة تليق بحبه، ليها عمل بربوزل ولا فالخيال يسلم على الرجاله. أما تحب بجد البلوجر أحمد سليم، كان عارف إن حبيبة بتعشق السينما جدا، فقرر إنه يعترف ليها جوه الفيلم، وهم في جو رومانسي وسط الأضواء الخافتة. وأظن مصر كلها فرحت بالخبر ده. جميل. جاي مبري حاجه زي مش عارف، بس بضحك يا عم، سيبني اضحك يا عم. ليش عمل ضيف ما بنفس فاهم الحاجه. ليه؟ مصر كلها فرحت بالخبر ده، وأولهم تامر حسني اللي كتب على صفحته ألف مبروك ليهم، وأظن إنه هيحضر فرحهم قريب. والجدير بالذكر إنه قرر يتقدم لها، واتفق مع أصحابها يجهزوا كل شيء، وكان معرفها إنهم خارجين عادي. ولكن وقت معين وهم بيتفرجوا على الفيلم حصلت المفاجأة وطفى الفيلم، وفجأة حصلت الصدمة. واعترف لها في فيديو متسجل إنه ملقاش غيرها، وإنه محتاج يتجوزها، وإنه محسش بالأمان مع حد قبلها. ويسلام على فرحتها. طبعا انا اسف جدا ان انا قطعت الفيلم دلوقتي، بس حبيبتي في مره سالتيني ده اللي بتحبك، وانا حبيت اجاوبك في اكتر مكان بتحبك. على فرحتها كانت بتبص له وتبص للفيديو، ولم تكن صدمتها من الصدمة. فرحتها كانت كبيرة لدرجة إنها أخذت صور من الفرحة والفرحة، ولما أصحابها دخلوا عليهم وهم بيغنوا فقاعوا هيصوا، وخدوا اليوم كله فرحوا. الكل كان سعيد بالخبر، واخدوا صور كتير للذكر. سليم انا اكتر بني ادم بيفكر في كل حاجه، بيفكر في 1000 حاجه مع بعض، وبيبقى دايما دماغي متشتته، بس عارف احساس اللي هو لما بتبقى راجعه من مشاوير كتير، بس اول ما تدخل البيت البربوزة ليها قبل ما يعرف أهلها، لأنه متربي وفاهم إن ده الصح، وراح لأهلها واتفق على كل التفاصيل. نيجي الخطوب واللي قلبت اسكندرية كلها، والكل بيحكى ويتحاكى عنها. حبيبة الجميل ولبست بدله ليفندر جميل، وجابلها بوكيه ورد لون اللبس. سليم طلع رومانسة جدا رغم الخطوبة، مغيرتش في لبسها المحترم، وكانت ماسكه ايده من الفرحة مش عاوزة تسبها. كانت رايح لأهلها وجايب بوكيه ورد مكتوب عليه أعظم انتصاراتي، والناس فضلوا يقولوا لسليم ربنا بتحس ان معاك انت خلاص في وأبوه بيتك يوافق. فمرتاحه. ده انا بحسه معاكي، انا معاكي ببقى حاسس ان انا في بيتي، انت بيتي، انت راحتي، انا مش عايز منك اي حاجه، انا هحاول عشان ربنا معاك وأبوه هيوافق. وبعد الموافقة أخد العروس في قلب الشارع، وعمل الفرحة الكبيرة، رقصوا بالشماريخ، وبقى هو يتنطط من الفرحة، مش مصدق إنها بقت ليه بعد حب فترة طويلة، وخوف إنه يكلمها لخطوبه وفرح قريب. شاركونا عن رايكو، عن هل هم أحسن كابل السنة دي ولا لأ. متنسوش لايك وفولو. انا مش عايز حاجه غير ربنا يديم وجودك جنبي. انا دايما حابب اشوفك، دايما حابب اسمعك، ودايما حابب ان انا اكون مسؤول عنك، ودايما حبك، فانا بحبك. ما اعرفش تعريف الحب هو ايه، بس لو كل ده ان انا بحبك فانا بحبك. كل وعد وعدتهولك لو في وقت ما تخافيش انا مش هيشكك انا من مرعى الخط انا نجم